يتحمل بنك أي خسارة؟ السلام عليكم. مستحيل يعني. عليك السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك، انا مريضه يعني ايه عينيا وجعاني. الله يعافيك. قطرات كتير، فانا ببقى صايمه احيانا كتير وببقى واخده القطره مثلا، حاطه القطره في العين قبل الفجر مثلا بساعه او حاجه او نص ساعه، اقوم اصلي انام واصحى الفجر بعد الفجر الاقي طعمها لسه في الحلق، هل هي حرام او حلال؟ لا كده ما عليكيش أي مشكلة. معلش. طب حضرتك انا النقاب انا عينيا عملت فيها كذا عمليه حضرتك، فانا بشوف بس الحمد لله يعني مش تمام 100%. هل النقاب فرض عليا؟ كم عمرك يا أختي؟ انا 48 سنه. يعني من القواعد لا بأس. لا بأس. طب حضرتك هل يا شيخ حضرتك احنا عندنا دار تحفيظ في القرآن، فانا ما بقدرش اروح الدار دي لانها بعيده عني، ففي في محفظه في الجامع هي بتقرأنا قرآن بس قراءه بس، الشيخ واخد عليها عهد حضرتك انها لا تحفظنا في الجامع، هل هذا يجوز؟ لماذا لا تحفظكم في الجامع؟ لا اعرف، هو واخد عليها عهد ان هي ما تحفظنا في الجامع. لا يعني هل الأوقاف منعاه من تدريس في المسجد ولا إيه السبب؟ لا والله ما أعرف، لأن هو صاحب الدار، هو اللي فاتح الدار بتاعت تحفيظ القرآن، والمسجد هو الأمين عليها. وهو اللي بنى المسجد؟ لا بني المسجد لا بأعمال الخيرية. طب إيه؟ الأعمال يعني بالبلد بالجهود الذاتية. ما صلته يعني هو يقول لابد ان هو القائم، هو المصلي الإمام بتاع الجامع، يعني هو إمام المسجد. إمام المسجد وهو نفسه صاحب الدار القرآن. أيوة هو اللي مختص بأمور الدار القرآن. أيوة. وحرج عليكن أن تحفظن في المسجد. أيوة. أن لازم نسأل عن السبب. لابد نسأله عن السبب. لماذا يا عم الشيخ؟ لماذا أيها الشيخ تمنع بيوت الله من أن يتعلم فيها الكتاب؟ أيوة حضرتك. فإذا قال مثلا الأوقاف منعاني وعملوا لي محضر وصدروا المسجد وإلى آخره، الناس بعذرة. أيوة. إذا أبدى سببا آخر غير مقبول رفضنا. أيوة. طب حضرتك يا شيخ أنا لسه متزوجة، هل يجوز لي السفر بدون محرم؟ لأني أنا مش معايا أخويا ولا لي أولاد ولا لي أقارب، يعني كلهم محرمين، يعني مش أقارب ذوات رحم، ذوات رحم الدرجة الأولى يعني. من أين تذهبين إلى أين؟ أنا بروح مثلا للدكتور القاهرة. وأنت منين؟ محافظة تانية؟ من محافظة المنوفية. بروح الدكتور القاهرة مثلا، ممكن اطلع رحلة مع بنات، يعني الصحبة امنة، نبقى بنات بس. طب صحبة امنة متحملة، لكن الدكتور في القاهرة ما انت ممكن حد يعتدي عليك يعني. لا انا ببقى دايما رايحة في القطار في عربية، واحدة مثلا اختي بتبقى معايا، جارتي، صاحبتي. لكنه سفر بس ضروري، لاني انا عندي كذا عملية، يعني عندي كذا عملية. اذا كان ضروري. ايوه ضروري جدا كمان. خلاص ماشي ضروري. معاني مثلا من 18 سنة او 17 سنة. الله يكفينا شر كل ذي شر. ده ايه يا شيخ؟ وهتكوني عملت علاقة مع الدكتور تبقى مشكلة كبيرة. لا والله ده عنده 70 سنة او 75. ما هو ده برضه في رمق يعني مش خربان. لا والله ده يعني معزة الوالد والله. طب ايه المشكلة ان نزوجك له؟ نشفى عنده. ايوه عندي 75 سنة، اتجوز ازاي وهو متزوج؟ طب ايه يعني؟ أنا أنصحك لله بدل ما يحصل غلط. لا غلط، لا والله ما في غلط والله. طب في خلوة بتحصل؟ الحمد لله. في خلوة بتحصل ولا لا؟ ممكن تحصل، بس أنا الحمد لله أنا مش يعني عايزين الخلوة دي تكون في الحلال أحسن ما تكون في الحرام. لا والله يا شيخ. اللهم مش ممكن أتجوز الشيخ مصطفى العدوي. لا المهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن لا بيبقى معانا الممرضة، وكان والدي رحمة الله عليه كان هو اللي بيجي معايا كل مرة في المهم ما يخلوش بك. الله يحفظك. السلام عليكم. لا خلوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت عندي سؤال، بس أرجو إن حضرتك تمسك لي السكة في وشي. اتفضل. ماشي حضرتك، أنا كنت اتصلت بحضرتك من يومين وسألتك سؤال، بس ما استنيتش حتى أكمل كلامي وقفلت في وش السكة. لما سألت حضرتك أين الله؟ وهتقول في السماء. أجبتك أن الله في السماء، لكن لا حضرتك كفرت، يعني حضرتك قفلت في وش السكة، وأنا حضرتك بطبق السنة. لأن وجدتك مجادلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان له صدر رحب قد كان لكم يا أخي عفوا أسوة حسنة. افهم كلامك. أنت لم تفهم كلام رسول الله. الرسول جاءه كلام رسول الله. افهم
بس هقول لك اهو. الرسول جاء رجل فقال للناس في المسجد أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. ذهب إليه أنت محمد؟ قال نعم. قال ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبته، وأغلق الحديث. لا يا سيدي فاضل، هل تتصور ان كل واحد انت لم تعجبني حتى يعني حضرتك انت ما كلمتنيش غير انت قفلت في وش السكه. ايوه من عارفك مجادل بتجادل. لا مش مجادل والله، احنا عايزين نوصل للحق والعلم، احنا بنتعلم من حضرتك. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ حلو. هل أنا عندي آية من القرآن تقول أن الله عز وجل ليس له مكان محدد. فين الآية دي؟ فين الآية؟ فين الآية؟ ما كنت أينما كنتم، دي حاجة استناني بس للآخر. لا مش استناك انت. حضراتكم بتقول ده راجل مبتدع وضل يقول لي عندي آية في القرآن تقول إن الله ملوش مكان. يعني مش عارف أستمر معاه إزاي يعني. شوف تبع الشبهات تقول لك ومعكم أينما كنتم إنني معكما أسمع وأرى. نعم مش عارف جمع شبهات الأشاعرة يرجع لنا مرة ثانية بعد أن كفانا. السلام عليكم يا شيخ. أنا ما سمعت حتى كمل كلامي. لا يسمح لمبتدع يتكلم معي. طيب حلو. أنا في وجه المبتدعة ما نفتح الباب لكل مبتدع يجلس. السلام عليكم. هو نفسه هتقول لي والله العظيم يا شيخ انا مبتدع دلني على طريق الحق. اتعلم منك. انا مبتدع دلني على طريق الحق. نتعلم اسمع منك الكلام يا اخي، اسمع الكلام. انت تسمع نتعلم منك والله. انا مبتدع انت قولي ده الصح. نتعلم من بعض. انت عايز تقفل في وش السكه ده ينفع؟ ينفع ده الحديث. ده الحديث. نعم اخلاق سيدنا النبي فينا. اي ماشي. عايز تشتم كمان يعني اتفضل اشتم. لا والله العظيم ما بشتمش. انا اقدر اشتم حضرتك؟ ده انت رامي راسي. طيب اتفضل اسال سؤالك الله يوفقك. انا سالتك حضرتك بقى قلت لي بقول لك اين الله؟ قلت لي في السماء. قلت لك هذا على جهه العلوم ليس له مكان محدد. طيب اصبر. قلت لك هذا الكلام غلط وقلت لك ان فرعون علم من موسى ان الله في السماء قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. والله قال لعيسى عليه السلام. حضرتك لما قلت لي ما قلتش حضرتك نسيت تقول يا رب الفوق. حضرتك ما تعرفش ان في دعاء بنهلك ايدينا على الارض كمان ده لما يكون سيشتد القرب بالناس. حديث ضعيف. على ماشي حلو. انا يا رب انا هشرح حضرتك على انه حديث ضعيف. ماشي. نسيبنا من الحديث الضعيف خالص. اين كان الله عز وجل قبل خلق السماء؟ اين كان الله عز وجل قبل خلق السماء؟ نعم. قلت الله في السماء. اين كان قبل خلق السماء؟ سبحان الله وتعالى عما يشركون علوا كبيرا. انا والله العظيم انا حضرتك والله معاك اهو. اين كان قبل خلق السماء؟ ثم سوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او اين كان قبل ذلك؟ اين كان قبل ما يكون السماء؟ طيب اذا قلت لك الله اعلم بنفسه. الله اعلم بنفسه؟ كان الله لم يكن شيء قبله. طب ازاي؟ ماشي. ما انت تقول لي ازاي في السماء؟ ازاي هو في السماء؟ ما هو الايه كده. انا بقول لك افهم كلامي بس اصبر علينا لا تحتد. حاضر. انا مش بحتد والله. انا بتعلم منك وبتكلم طيب اصبر علينا. اين العرش؟ اين العرش؟ ايوه. لا يعلم مكانه وكان عرشه على الماء. الآن أين العرش؟ العرش فين الآن؟ في السماء. والرحمن العرش استوى يعني؟ لا الرحمن العرش استوى. لا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أنا بسأل عن مكان الله. الله في السماء مستوي على العرش. الرحمن على العرش استوى. لا أقول أنه في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. حلو ماشي. كمل. أعلى الجنان هو الفردوس. كمل يا مولانا. كمل لك أهو. ربنا لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وانتهى من السماء السابعة قال الله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم. فسدرة المنتهى بعد السماء السابعة وعندها جنة المأوى والفردوس أعلاها والعرش فوق الفردوس. يفهم الله. حلو. ازاي ربنا على العرش؟ ربنا انا اعلم ان الله عز وجل على العرش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى؟ أقول إيه يا جماعة؟ بس أقول إيه؟